السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بكم حبايبي في كل مكان. النهاردة حبايبي أنا هقدم لكم وصفة. الوصفة دي جميلة جدا للبشرة وتنعم البشرة بشكل رهيب. دي مش هي للتنعيم، يعني ده التنعيم ده وإطلالة الوجه والجمال اللي فيه، يعني ده جنب غير اللي هي أصلا تاخد الشعر الرفيع جدا اللي انت ما تقدريش تاخديه بالسويت او بالفتله او باي أو اي ماده ازاله. يعني دي الوصفه دي تخلي الشعر الرفيع جدا جدا في الوش او في الايدين ده ينتهي في نفس اللحظه. الشعر الرهيف جدا اللي انت ما بتقدريش تشوفيه او ما بتقدريش تزيليه، الوصفه دي بتزيلهولك حتى مهما كان، حتى لو انت ما خدتيش سويت او حلاوه. يعني دي بتتاخد يا اما بعد السويت يا اما قبل السويت، يا اما تاخديه وتغني عن السويت خالص لو كان الشعر يعني خفيف. يعني الطريقه هتبقى بسيطه جدا. هتستعملي اللي هي النخاله اللي هي الرده، نخاله القمح او اللي هي الردة. مش عارفة يعني انتوا بتسموها ايه. هي برضو ليها اسم ردة عندنا واسم نخالة اللي هي بتاعت القمح او بتاعت الدقيق اللي عندنا. يعني بعد ما تنخل الدقيق بتطلع النخالة دي، نعمل منها العيش اللي هو السن بتاع الرجيم. و يعني احنا بنستفاد منها في الصعيد في حاجات كتيرة خالص. يعني هناخد معلقة وبرضو بيضة متوسطة الحجم. هناخد معلقة لو انت مثلا شعرك غزير يعني او هتاخدي كذا حاجه في جسمك، اعملي معلقتين كبار زي كده. لا هتعملي وشك بس، تبقي تاخدي معلقه كده اهو. حصل خير الحمد لله. تاخدي معلقه وهتاخدي البيضه تكسريها بيضه كامله، يعني تكسريها على النخاله كده، هتدوبيها كده في بعضها خالص. هي البيضة المتوسطة بتكفي معلقة ردة كده اهو. دي منها بتخلي الوش عبارة عن زي ما يكون شفت البفتة البيضة كده اهو، وبتخليه ناعم جدا جدا، وبتزيل كل الشعيرات الرفيعة خالص من الوش بالشكل دوت، وبتفتح الوش بشكل رهيب. بتقضي على الكلف، بتقضي على البذور السوداء اللي هي ماسكة في الوش، تكون يعني بارزة، برضو بتقضي عليها. بتدي نضارة للوش بشكل رهيب خالص. جربيها مش هتندمي. الوصفة بسيطة خالص وسهلة، شيء بسيط خالص عندك في البيت، مش هيكلفك اي شيء. بيضة ومعلقة ردة او نخالة. وتعمليها ازاي؟ هتاخدي كده اهو على بشرتك كده، تاخدي على بشرتك كلها كده، على وشك او ايدك، وتسيبيها لحد ما تنشف كده اهو. سيبي ايدك كده لحد ما تنشف بالردة ولا النخالة. يعني هي مش هتاخد وقت، لو وقفت قدام مروحة او كده او في تكييف او مكان رطب هتنشف بسرعة. وبعد ما تنشف تفركيها كده اهو حركات دائرية او عكس اتجاه الشعر. يعني الشعر كده تاخديه كده لفوق لفوق كده اهو، تاخديها بعكس اتجاه الشعر. هتلاقي الشعر رهيب جدا اللي في وشك اللي انت او في الرقبة او في صدرك او في اي حتة في جسمك. يعني دي ما عدا الاماكن الحساسة لان دي ما تنفعش معاها، عايزة شيء اقوى لان دي بتبقى شعر خشن او كتير، فيحتاج ازالة بالسويت. لو عايزة انت تنعيم وتفتيح تحت في الاماكن الداكنة السوداء تحت او الحساسة استعمليها. لكن دي خصيصا يعني للايد والبشرة وبين الرقبة وفي الصدر والاماكن اللي فيها شعيرات رهيفة جدا انت ما بتقدريش تاخديها. حتى لو خدتيها بالسويت بتبقى برضو فيه موجود. دي بصراحة وصفة جميلة خالص خالص، يا رب تعجبكم واستعمليها. وطبعا انا تحت امركم في اي تعليقات انتوا تحبوا تعلقوا لي عليها. ان شاء الله يا رب تخشي على العيد كده وانت في منتهى الجمال ومنتهى الروعة
ويا رب يحبب فيك زوجك واولادك وجيرانك وكل حبايبك، وما تنسنيش من دعائك. خلاص رمضان خلص، يعتبر النهارده اخر تسحوره واخر تهجد واخر قيام. ربنا يا شيخة يا رب انت كلكم جميعا يعود عليكم بخير ويجعلكم من اهل الجنة ويجعلنا كلنا من عتقاء شهر رمضان. طبعا انا بحبكم جدا في الله، بحبكم دايما تكونوا حلوين في بيوتكم، مرتاحين في بيوتكم وفي اسركم. ربنا يديكم الصحة وافرح بيكم يا رب ان شاء الله جميعا. والعرايس الحلوين دي مفيدة جدا ليهم يا رب، يعني لو هتعملها مرة في الاسبوع جميلة خالص خالص، تتعمل مرة في الأسبوع أو تتعمل مرة يعني زي ما أنت تكوني عايزة، يعني هي منتهى الجمال. ما تنسيش يا حبيبتي إذا عجبك الفيديو تشتركي في قناتي، هيصلك كل شيء بسيط وهين وسهل وبمكونات بسيطة عندك في البيت ومفيد جدا ومضمون جدا. لو أنت مشتركة عندي اضغطي لي لايك، ومنتظرة تعليقاتك الحلوة، وبحبكم جدا والله، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.